تولى منذ أيام تحذيرات محلية وعربية من دخول الصومال رسميا في مجاعة تهدد حياة ملايين في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها 40% من سكان الدولة. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الجمعة الماضية في كلمة مسجلة من مسجد الشهداء في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أن الوضع الإنساني الذي تمر في البلاد بات أسوأ مما كان عليه من قبل وقد يتحول إلى مجاعة. وأضاف الشيخ محمود أن الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر ويتطور إلى حالة التي كنا نحذر منها وهي المجاعة، حيث يموت الناس جوعا في بعض الأقاليم الصومالي. ودعا الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى تضافر الجهود وتقديم العون للمتضررين بالجفاف قبل أن تتجه الأوضاع إلى أسوأ حالة الإنسانية. وفي هذا السياق أكد البرلمان العربي أن الأزمة الإنسانية التي يمر بها الصومال تتطلب تحركا فوريا لدعمها من المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة. وشدد الرئيس البرلمان العربي عادل العصومي خلال لقائه سفير الصومال في القاهرة ومنذ بها الدائم لدى جماعة الدول العربية شيخ عمر على ضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدات الممكنة حسب بيان للبرلمان. وأكد دعم البرلمان العربي لجهود الصومال ليتمكن من تجاوز أزمة الجفاف والمجاعة التي يتعرض لها. ونوه بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مقديشو في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية والاقتصادية. والأسبوع الماضي حضر أمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الخيط من أن الصومال تقرب من مجاعة حقيقية نتيجة قلة وقحط الأمطار وما قد يعرض الملايين للخطر. وأضاف أبو القيط في تصريحات له عقب اجتماعه مع الرئيس الصومال في القاهرة: لدينا بعض الأفكار الأساسية حول كيفية مساعدة الشعب الصومالي. وتابع أنه في حال لم يجد الصوماليون قوتهم بسبب تلك المجاعة فسوف يتجه أفراد من الشعب والقبائل للأعمال لا يمكن أن تكون مقبولة ومن الممكن أن تؤثر على بحر الأحمر وشرق إفريقيا جزيرة العرب نتيجة هجرة الملايين من البشر الباحثين عن الطعام. ويواجه 7 ملايين صومالي أي ما يعادل 40% من السكان أزمة الجفاف. وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث الخاص للرئيس الصومال للشؤون الجفاف عبد الرحمن عبد الشكور يعيش 5 ملايين صومالي في ظروف الإنسانية صعبة. ومنذ منتصف عام 2021 نفق حوالي 3 ملايين رأسا ماشية بسبب الجفاف ونقص حاد في المياه للمراعي. وفق تقديرات أممية وعام 2011 شهد الصومال أزمة مجاعة شديدة تسبب بوفاة 260 ألف صومالي، وهو ما تحذر الهيئات الدولية من تكرار حدوث نتيجة نقص التمويل. الأزمة للإغاثة الصومالية نتيجة نقص التمويل، الأزمة للإغاثة الصومالية. الجفاف الذي ضرب البلاد أدى إلى نزول عدد كبير من القرويين وعدم حصولهم على غذاء كاف لأطفالهم وتصاعد حالات سوء التغذية المنتشرة بين الأسر المتضررة بالجفاف، كما أن تكدس المخيمات بهذا القدر الهائل من النازحين ساهم في انتشار الأمراض المعدية. تتوافد عشرات الأمهات يوميا إلى هذا المستشفى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص في علاج سوء التغذية أملا بالحصول على رعاية طبية قد تنقذ فلذات أحفادهن بشبح أمراض فتاكة تتربص بهم ليل النهار.
تعاني الصومال منذ فترة طويلة واحدا من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، والتي ترتفع حالاتها بين الأسر المتضررة بالجفاف. ويحذر العاملون في المجال الإنساني من أرقام مخيفة وتدهور أكثر حدة إذا لم تسرع الجهات المعنية التدخلات الإنسانية لعلاجه والوقاية منه. الناس لا يملكون ما يكفي من الطعام، والأطفال معرضون للخطر. نقدر أن 1.5 مليون طفل صومالي في سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بينما 400,000 منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، ما يعني أن هؤلاء الأطفال معرضون أكثر لخطر الموت. يشكل ضعف الاستجابة الدولية للحد من تداعيات الجفاف عقبة في سبيل الجهود الإنسانية، إذا لم تصل الإعانات الغذائية حتى الآن حسب المسؤولين الصوماليين إلا ل2 صومالي من أصل 7 ملايين يحتاجون مساعدات.